لو حد قالك إن جريدة تمنها كام قرش ممكن تخليك وريث لملايين الدولارات، هتصدقوا؟ الغريب إن القصة دي حصلت فعلا، وبطلها كان بياع جرايد مصري فقير اسمه عبد الرازق. سنة 1959 عبد الرازق حفني كان عنده 21 سنة وشغال بياع جرايد في مطار القاهرة، ولا كان يعرف إن يوم شغله العادي هيقلب حياته رأسا على عقب. في يوم وقف قدامه سايح أمريكي اسمه ريتشارد كو، أستاذ في جامعة كاليفورنيا، طلب يشتري جريدة، لكن كان في مشكلة. الراجل ما كانش معاه جنيه مصري وكان معاه دولارات بس. وقتها تداول العملات الأجنبية كان ممنوع. ريتشارد قال لعبد الرازق خد الدولار، لكن عبد الرازق رفض، مش خوفا لكن لأنه ما كانش عايز يعمل حاجة مخالفة للقانون. وهنا حصل التصرف اللي غير كل حاجة. لما شاف السايح مصر انه ياخد الجريدة، عبد الرازق قال له خدها من غير فلوس، مجرد جريدة ببلاش. لكن بالنسبة لريتشارد الموقف ده كان أكبر بكتير من تمن الجريدة. قبل ما يسافر كتب لعبد الرازق عنوانه في القاهرة، لكن عبد الرازق نسي الموضوع تماما وكان فاكر ان القصة انتهت، لكنها لسه ما بدأتش أصلا. بعد حوالي 3 شهور وصل لعبد الرازق تلغراف مكتوب فيه انتظرني في المطار الساعة 3 صباحا، التوقيع ريتشارد كو. عبد الرازق بيقول انه وقتها حتى ما افتكرش مين الراجل ده. راح المطار ولما شافه افتكر كل اللي حصل، عرض عليه يروح بيته، لكن ريتشارد رفض وقال له انا حاجز في فندق هيلتون وتعالى اقعد معايا، بل واكتر من كده حجز له اوضة في الفندق. ومن هنا بدأت المفاجآت واحدة ورا التانية. الصبح ريتشارد قدم لعبد الرازق شنطة هدايا كان فيها 35 زوج شرابات و4 بناطيل و7 فانيلات، وقال له جملة عمره ما نسيها: أنا جيت مخصوص عشان أردلك جميلك لأنك إنسان نبيل. لكن الهدايا الحقيقية ما كانتش الشرابات ولا البناطيل، كانت حاجة أكبر بكتير. ريتشارد عرف إن عبد الرازق ساب التعليم لأنه ما قدرش يدفع المصروفات، فسأله تحب تكمل تعليمك؟ عبد الرازق قال ساعتها هبقى أسعد واحد في الدنيا. وهنا اتخذ ريتشارد قرار غير حياة الشاب المصري بالكامل. أخده بنفسه للمدرسة الأمريكية في الزيتون، واتفق مع الإدارة إنه يدرس إنجليزي وفرنساوي وألماني، ودفع كل المصروفات 250 جنيه في السنة، وده كان مبلغ ضخم جدا وقتها. وسافر بعدها إلى لبنان عشان يشرف على مصانعه هناك، ومن يومها ما شافوش تاني. لكن كل أسبوع كان بيوصله خطاب أو 2، ومع كل خطاب كان بيبعت له مصاريف الدراسة. كل ده بسبب جريدة خدها ببلاش. فضل الوضع كده حوالي 3 سنين لحد أواخر سنة 1963. فجأة الخطابات وقفت والمصاريف كمان. عبد الرازق قلق جدا وبعت لمجلة أمريكية كبيرة يسألهم عن ريتشارد، وجاله الرد. الخبر كان صادم، ريتشارد توفي يوم 1 فبراير 1964. لكن الصدمة الأكبر ما كانتش وفاته، كانت الوصية. قبل ما يموت كتب وصية هتتفتح يوم 21 فبراير، وكان فيها أسماء قليلة جدا: أخته وابن أخته واسم عبد الرازق حفني. تخيل، بياع جرايد مصري ضمن ورثة رجل أعمال أمريكي مليونير. ريتشارد كان بيقول في خطاباته دايما انت بالنسبة لي زي ابني، ولما تخلص تعليمك هاخدك أمريكا وهسيب لك جزء من ثروتي. عبد الرازق ما عادش مستني وخلاص، راح وزارة الخارجية المصرية وحكى القصة كلها، والوزارة أرسلت محامي وموظف عشان يحضروا تنفيذ الوصية قدام المحكمة العليا في كاليفورنيا. وقتها كان لسه مستني يعرف نصيبه الحقيقي. لكن السؤال اللي شغل الناس وقتها كان ثروة الراجل دي كانت قد ايه؟ حسب كلام عبد الرازق، ريتشارد كان عنده شركة طيران ومصانع في لبنان وأرصدة ضخمة في البنوك، يعني بتتكلم عن ثروة هائلة بمقاييس الزمن ده. ورغم كل الأحلام دي عبد الرازق كان بيفكر في حاجة مختلفة تماما. أول حلم يوفر حياة كريمة لإخواته البنات ال3. تاني حلم ينشئ جمعية تساعد بائعي الجرايد عشان يحميهم من استغلال كبار المتعهدين. وتالت حلم يكمل تعليمه ويدخل كلية الآداب قسم الصحافة
ويبقى صحفي. الغريب ان كل الاحلام دي بدأت بسبب موقف بسيط جدا. جورنان رفض ياخد تمنها بالدولار واداها لصاحبها مجانا. احيانا اصغر معروف بتعمله ممكن يكون سبب في اكبر تغيير في حياتك. لكن السؤال الحقيقي، لو كنت مكان عبد الرازق كنت هترفض الدولار برضو ولا كنت هتاخده وتمشي؟